بنت صغيرة اسمها أوبرا اتولدت في بيت فقير جدا في ولاية صغيرة بأمريكا. أمها كانت بتشتغل خدامة وأبوها مش موجود معاهم، والبنت دي عاشت طفولة صعبة بمعنى الكلمة. أوبرا كانت بتلبس هدوم مصنوعة من أشولة البطاطس علشان مفيش فلوس، وكتير قوي نامت من غير عشاء. لكن مع كل ده كان عندها موهبة غريبة، بتحب تحكي قصص وتتكلم قدام الناس كأنها مذيعة صغيرة. وهي عندها 9 سنين اتعرضت لمآسي قاسية جدا، حاجات تكسر أي حد، لكن بدل ما تستسلم قررت إنها مش هتسيب الماضي يحدد مستقبلها. كبرت أوبرا وخدت منحة ودخلت الجامعة، وأول ما مسكت الميكروفون حست إن ده مكانها الطبيعي. صوتها كان مليان صدق وإحساس. بدأت كمذيعة في إذاعة صغيرة، ولأنها كانت بتتكلم من قلبها الناس صدقوها وحبوها. بس الطريق ما كانش مفروش ورد. اتقال لها في بدايتها انت مش هتنجحي، شكلك مش مناسب للتلفزيون، صوتك مش احترافي، لكنها كانت بترد على كل كلمة شك بالشغل والاجتهاد. وفي يوم اتفتحت لها ابواب الشهرة، اتعينت مقدمة برنامج تلفزيوني. البرنامج ده كسر الدنيا. الناس شافوا فيها مش بس مذيعة، شافوا إنسانة بتحس بيهم وبتشاركهم قصصهم وحياتهم. وبعد سنين بقت أوبرا واحدة من أقوى وأغنى السيدات في العالم، بقت قدوة لملايين البشر، قدوة بتقول للعالم مفيش مستحيل. حتى لو اتولدت فقير، حتى لو حياتك كلها صعوبات، تقدر تغير واقعك وتصنع مستقبلك. دي كانت قصة البنت اللي بدأت من الصفر ووصلت إنها تبقى أيقونة النجاح. اسمها أوبرا وينفري.